إن لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ. الأسطورة، أسطورة كرة القدم المغربية والعربية والإفريقية في ذمة الله. نعم، رحل عنا الكبير، رحل عنا المايسترو، رحل عنا الأسطورة. نعم، أحمد فراس في ذمة الله. وأنا صغير عصفور نطير للعب مع الحير، ما كناش محظوظين، ما شاهدناش أحمد فراس، ولكن سمعنا عليه، سمعنا من الناس اللي كبر منا واللي شاهدوا أحمد فراس. أحمد فراس اللي تغنوا به التونسيين. نعم، التونسيين تيتغنوا بأحمد فراس. المنتخب التونسي، نعم، المنتخب التونسي في مرحلة السبعينات، لاعبين المنتخب التونسي في مرحلة السبعينات كانوا تيقولوا على الأسطورة بأنه كان تيلعب بالمنتخب التونسي. أحمد فراس كان تيلعب المنتخب التونسي في مرحلة السبعينات. اليوم هادو التوانسة اللي كان عندهم منتخب كبير في مرحلة السبعينات، تونس الخضراء اللي عندها منتخب اللي تألق في مونديال الأرجنتين 78، تونس اللي عطات العقربي وعطات دين الإمام، عطات تميم وعطات طارق دياب. اليوم تيتكلموا على الراحل الأسطورة، قال لك كان تيلعبنا الأسطورة أحمد فراس. أحمد فراس ما شاهدناش ولكن سمعنا عليه، لاعب كبير وكبير وكبير وكبير، أول مغربي نعم وعربي نعم تتوج بالكرة الذهبية الإفريقية عام 1906 و75. الأسطورة كذلك توج مع المنتخب المغربي باللقب الوحيد للكرة المغربية عام 1908 وعفوا كلمات غيخونني لأنني متأثر، عام 1976 بقطفة بابا. رحل عنا المبدع، رحل عنا الأسطورة، رحل عنا المؤدب، رحل عنا الإنسان الخلوق. ما عمرنا سمعنا أحمد فراس تهزم على شي انسان لا في الداخل لا في الخارج، انسان خلوق. الصديق اليوم ديال احمد فراس غيكون متاثر كثير وكثير وكثير. الصديق ديالو هو الشيخ روجي ميلا. اينما رحل او ارتحل روجي ميلا يتكلم على الاسطوره احمد فراس باش يجي المغرب تيزور احمد فراس. تعرفوا كثير، حنا تنعرفوا روجي ميلا لعب في مرحله السبعينات وتيعرف كثير احمد فراس. احمد فراس تيعرفوا حسن شحاته، احمد فراس تعرفوا الخطيب، تعرفوا اللاعبين المصريين اللي لعبوا في السبعينات وفي الثمانينات، تعرفوه الجزائريين خصوصا بدروني بن الشيخ، اللاعبين اللي لعبوا في مرحله السبعينات نعم في اوائل الثمانينات في الكره الجزائريه. تعرفوا هذا الرجل. نعم، احمد فراس في ذمه الله. نعم، الاسطوره، اسطوره الكره المغربيه تغادر دنيا الناس. نعم، تغادر دنيا الناس. توفى اللاعب الدولي المغربي الأسبق أحمد فراس عن عمر يناهز 78 سنة اليوم الأربعاء بعد معاناة طويلة مع المرض. ليفتقد المغرب، نعم ماشي غير المغرب، المغرب وما إفريقيا والعرب، واحدا من أبرز رموز الكرة الوطنية على مر التاريخ. نعم، وكان الرجل قد مر في السنوات الأخيرة بأزمة صحية حادة. نعم، لاعب كبير، لاعب اللي لعب مع المنتخب المغربي ولعب مع شباب المحمدية. رسائل تعزية من جميع البلدان القارة الإفريقية. اللاعبين اللي لعبوا في غانا في السبعينات تعرفوا هذا الأسطورة، اللاعبين اللي لعبوا في لاكوتيفوار نعم تعرفوا الأسطورة، اللاعبين اللي لعبوا في لاكوتيفوار تعرفوا الأسطورة، اللاعبين اللي لعبوا في الكاميرون، مصر، الكونغو الديمقراطية، نعم الزئير وما أدراك ما الزئير في مرحلة السبعينات تعرفوا الأسطورة. اليوم الكل سوف يعزي في هذا اللاعب الكبير، لاعب كبير وكبير وكبير. فاش نقولوا في الجزائر بتنقولوا الجزائر تنقولوا رشيد مخلوفي رحمة الله عليه، أو حسن الله الماس رحمة الله عليه، أو بلومي أو ماجير أو بن الشيخ أو بدروني أو رياض محرز. هذا هو من أحسن النجوم في المغرب، يعني نقدر نقولوا هو أولهم. نعم،
تنقولوا المغرب راه حنا تنقولوا العربي بن مبارك وبن المحجوب واقصبي واحمد فراس والتيمومي وبودرباله والزاكي ومصطفى حجي، نعم، وزياش ولاعبين كوتور. هذا اسطوره، هذا اسطوره عند اللاعبين، لانه لعب في واحد المرحله صعيبه في السبعينات، ما كانتش الفلوس، وكانوا هاد اللاعبين تيتقاتلوا، وهما اللي جابوا اليوم الكاس. اول لاعب عربي، نعم، يتوج بالكره الذهبيه في مرحله السبعينات، اللي كانوا لاعبين قويين، لاعبين الافارقه. كانت كوتيفوار عندها لاعبين قويين، كانت الجزائر عندها لاعبين قويين، كانت مصر، تونس، العقربي في تونس، طارق دياب، عمالقه الكره كانوا في مرحله السبعينات. هذا الاسطوره اليوم تيفوز بالكره الذهبيه، والاسطوره اليوم تيرحل علينا على سن 78 سنه. نعم، 78 سنه. كان انسان خلوق، كان انسانا محبا لوطنه، كان عاشقا لوطنه. لعبوا بزيرو درهم وجابوا لنا اللقب الوحيد للكره المغربيه. نعزي انفسنا ونعزي اسره فراس الصغيره والكبيره. إن لله وإنا إليه راجعون. تصبحون على خير. تصبحون إلى خير.